مباراة اليوم بين النجم المتلوي والنادي البنزرت بملعب متلوي انطلقت وسط حضور جماهيري متوسط. المبادرة بالهجوم كانت لأبناء المتلوي، الدقيقة الثالثة ركنية يتولى تنفيذها قائد الفريق باسم الحاجي وديامير بالرأس فوق العارضة. النادي البنزرتي يعكس الهجوم ومحمد عزيز القاسمي ينطلق من وسط الميدان وجه لوجه مع الحارس بن شريفية كورته محاذية القائم، ومحمد عزيز القاسمي يتوغل من اليمين يوزع أحمد العمري بالراس وبن شريفية يتألق ويخرج الكرة للركنية. نجم المتلوي يرجع للهجوم، ياسين السلطاني يوزع من اليسار والحارس يوسف مقطوف خرجها للركنية. أحمد العمري شكل خطر متواصل على مرمى بن شريفية يسدد وهالأخير يخرج الكرة للركنية. أبناء المتلوي يدخلوا الشوط الثاني بقوة، والمهاجم مهدي القشوري يتوغل داخل منطقة الجزاء يسدد كورته ضعيفة. رد النادي البنزرتي على هالعملية كان في الدقيقة 65 وأحمد العمري بطريقة غريبة يضيع فرصة افتتاح النتيجة على فريق أحمد ولاد باهية من نجم المتلوي وجه لوجه مع الحارس مقطوف اللي قام بعملية التغطية. آخر فرص في هالمباراة تجي عن طريق باسم الحاجي من نجم المتلوي اللي يسدد بعيد على مرمى مهدي القشوري بالراس فوق العارضة، ليعلن بعدها الحكم نعيم حسني على نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.